الست كانت عارفة إن بنتها هتنتحر بعد 3 ساعات، ورغم كده اختارت إنها ما تمنعش الكارثة. راحت على بيتها بكل هدوء وقعدت تشرب قهوتها كأن مفيش حاجة حصلت. وبالفعل بعد شوية جالها تليفون من المدرسة، بصت على اسم المتصل ورفضت المكالمة فورا لأنها كانت عارفة إن دي فخ. ولما المدرسة ما لقتش رد بعتت فويس، لكن الست ما سمعتش حتى أول جملة وعملت لها بلوك من غير تردد. والسبب إنها كانت اتولدت من جديد، وفي حياتها السابقة أول ما المدرسة كلمتها جريت على المدرسة علشان تلحق بنتها، بس لما وصلت كانت بنتها ماتت بالفعل. جسمها كان بارد ومفيش نفس. ولما حاولت تشوف بنتها للمرة الأخيرة المدرسة فجأة ضربتها بالقلم قدام الناس واتهمتها علنا إنها السبب في موت بنتها. حاولت تدافع عن نفسها، لكن جوزها اللي دايما كان شكله طيب وحنين اتقدم واتهمها إنها كانت بتعذب بنتهم في البيت من سنين. الست سكتت ومش قادرة ترد، وكل اللي حواليها بقوا يوشوشوا ويبصوا لها باشمئزاز. جوزها شد كم بنتهم وورى كل الكدمات اللي كانت في دراعها وقال اهو الدليل، والناس صدقوا. والشرطة جت والموضوع قلب قضية رأي عام، واتحكم عليها بالسجن المؤبد. وفي السجن اتعذبت واتضربت لأنها بقت في نظر الكل وحش، وفي الآخر ماتت تحت تعذيب. بس علشان ربنا يديها فرصة تعرف الحقيقة، صحت في اليوم اللي بنتها انتحرت فيه وهي شايلة بنتها في حضنها من تاني. حضنتها بقوة وافتكرت اللي حصل في حياتها اللي فاتت، وكانت مصممة تكتشف الحقيقة. في اللحظة دي كان جوزها بيحضر الفطار، وبصت على وشه اللي شكله طيب، لكنها افتكرت الوحش اللي اتحول له قبل كده. لو ما كانتش رجعت عمرها ما كانت عرفت حقيقته. وبعد الفطار بنتها كانت هتنزل، لكنها وقفتها وقالت لها ان الفستان متوسخ ولازم تغيره. ودخلت بيها الأوضة وبدأت تبص على دراع بنتها تدور على أي كدمة أو علامة، لكن ما كانش فيه أي أثر. وقتها فهمت ان الكدمات دي حصلت في المدرسة مش في البيت. في نفس اللحظة جوزها نادى عليها من بره، لكنها أصرت انها هي اللي هتوصل بنتها النهارده مش هو. وفعلا عينه بدأت تزوق، لكنها ما علقتش. وصلت بنتها المدرسة وسألتها بلطف في حد مضايقك؟ قالت لها لا، كل حاجة تمام. وبعد ما دخلوا المدرسة قابلت المدرسة وشكرتها، وفجأة قالت جملة غريبة: أنا حاسة إنك ممكن تكوني خطر على بنتي. المدرسة اتجمدت مكانها، وقبل ما ترد بنتها اتدخلت وقالت إن المدرسة دايما طيبة، واعتذرت بدل والدتها. لما رجعت البيت الست بدأت تدور ورا المدرسة وتفتش في كل تفصيلة من حياتها القديمة، لكن رغم كل ده كانت حاسة إن في حاجة ناقصة. قلقها زاد، وفجأة افتكرت حاجة. قامت بسرعة علشان تلحق، لكنها وهي ماشية خبطت في برواز وقع على الأرض. ولما وطت علشان تشيله الصورة اللي شافتها فيه كانت صدمة كل معنى الكلمة.